السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد جدا جدا جدا، فخور ان انا موجود بين اهلي وبين ناسي. عاوز اقول الطيبون لا يلتقون بالصدفة، ولكن تجمعهم الكلمة الطيبة. يفتح الله للصادقين بصدقهم ما لا يفتح للمتكلفين بعملهم. تحية احترام وتقدير لأهل البومة، الناس المحترمة الشريفة العفيفة المجاهدة. وقول تاني الناس الشريفة، وقول أكتر من كده ناس أهل القرآن، أهل البومة، أهل القرآن. المعصرة البلد اللي طلعت الشيخ نايل والشيخ نوري والشيخ محمد صبحي والشيخ فرج والشيخ سيد العسوي والشيخ سليمان الشحات والشيخ حامد التهامي وغيرهم كتير جدا. علمونا الادب والاخلاق والعلم، وعلمونا كمان الشرف. فاحنا واقفين هنا بشرف. احنا واقفين هنا لا احنا مرتزقة ولا مأجورين ولا مسؤولين، ولكن راسنا في السماء. لا نباع ولا نشترى من الى يوم الدين. لا نباع ولا نشترى، ولا نقول الا الحق مهما كانت الاسباب. لا نقول الا الحق، نحن مع الحق. عندي رسالتين، رسالة بره المعصرة ورسالة جوه المعصرة، وعندي نصيحة وعندي عنوان للكلمة بتاعتي. العنوان واتمنى كله يسجلها عليا، اسمعوني الكلمة دي مهمة جدا جدا جدا. قال له فايق الزكي هو الابن الشرعي الوحيد في مجلس النواب عن دائرة بالقاس والستموني وجوصة. شاء من شاء وأنا الأمل. الله أكبر. فايق الزكي مش بالكلام، فايق الزكي مش بالكلام، فايق الزكي بالعمل وبالإخلاص وبالجد وبالإنتاج. تتفق كتير مع فايق الزكي وتختلف كتير مع فايق الزكي، لكن يبقى الاحترام ويبقى الأدب ويبقى الوفاء للبلد دي في شخص الراجل ده. راجل عنده تاريخ من العمل الخدمي قبل ما يكون نائب. لما جيت اتكلم عن النواب قلت شروط يبقى نائب لازم تكون الخدمة في دمك من قبل ما يكون معاك كارنيه. كل اللي احنا شفناه ده شفنا فايق زكي درع وساف لكل المحتاجين، لكل المقهورين، لكل الضعفاء ولكل المساكين. هذا الامر يجعلنا نقول ان احنا لازم حتى لو اختلفنا معاه لازم نقول ان اشرف من انجبت هذه البلد، بقولها لكل كبير وصغير، اشرف من انجبت البلد دي فايق زكي. ده كلام حقيقة. اختلف معاه وازعل معاه وخصمه 100 مرة، لكن اقول الحق. انجز وعمل كتير لبلدنا وعمل كتير لبلدنا، وتحارب كتير جدا وتحارب كتير جدا ولا زال. هنا رسالتي عشان نطلع، مش جاي امدح اللي هو فايق، انا جاي اقول كلمة حق ممكن تبقى صعبة عليكم، لكن انا مش هقدر اقول الا الحق من وجهة نظري. الحق رقم واحد لكل شباب الحملة، الناس الجميلة دي والحضارات وشباب المعصرة. انا مش عاوز اقول كل يوم طبل وصبر ودي حاجة كويسة جدا، بس دي مش كفاية، مش كفاية. عاوز تنشر انجازات اللي هو فايق في كل مكان وتعرف الناس بها. مش كل الناس عندها فيسبوك، مش كل الناس تعرف السوشيال ميديا،
عاوزك تطبع الانجازات دي وتوزعها على الناس. عندنا 1000 ورقة تتوزع في مؤتمر زي ده، توعي الناس، تنشر فيديوهات وتنشر بوستات وتنشر كل حاجة عشان نقضي على كلمة ده ما عملش حاجة. لا عمل، لا عمل، الحق عمل وانجز، لكن طموحنا احنا فيه كبير قوي، اكبر من امكانياته واكبر من امكانيات بلدنا كمان. فعشان كده بنزعل منه ومحتاجين اكتر. عمل سجل مدني، في واحد بيقول ما عملش، لا عمل يا ابني، وشيلنا طين يا ابني، وشيلنا رماد يا ابني، وعمل سجل يا ابني، وعمل غاز يا ابني، وعمل كهرباء يا ابني، وعمل مدارس يا ابني. مدرسة عوار دي ما حدش بيتكلم ليه عن دي. انتوا ليه ما بتتكلموش عن كده؟ انتوا ليه ما بتتكلموش عن الغاز اللي دخل؟ اسمعوني بقى، اللي عملوا الغاز في المعصرة كلها تعرفوا ان البيت الوحيد اللي ما دخلوش غاز في المعصرة هو بيت فايز زكي. انتوا عارفين كده؟ شوارعنا كلها، انا مش عاوز اقول كده، انا عاوز الشباب كلكم، عاوزكم كلكم تقولوا للدنيا كلها ان احنا عندنا راجل راس ماله الاخلاق والاخلاص والوفاء والانتماء. ومش هنقول احنا معاه وبدم، الكلام ده ما عادي، لكن انا عاوز اقول احنا عمل كذا كذا في البوستات في المنشورات بالورق اللي اتوزع على الناس. انا بتكلم غلط سيادة النايب، انا بتكلم غلط. اذا دي الرسالة الاولى. الرسالة الثانية لأهل المعصرة، وده مهم جدا، وانا بطلب منكم كل واحد القعدة دي انا بحملك مسؤولية الى يوم الدين. الى يوم الدين المنافسة صعبة جدا جدا جدا، المنافسة صعبة جدا جدا جدا، وعلينا لازم تحترم عدوك، ولازم تحترم اللي بينافسك، ولازم تحترم اللي منافس لك، ولازم تقدره وتشتغل اكتر منه عشان تنجح. نعمل ايه؟ نتواصل مع اللي بره. مجلس كرو المعصرة انا اقسم انه قلبا وقالبا فايزك، لكن بره شطارتي وشطارتك، واجبي وواجبك، هنا نقدر ننجح. انا محتاج من كل واحد يبقى سفير عن اللي هو فايق بره، انه يجيب اهله وقرايبه واصدقائه. دي رسالتي للناس اللي بره اللي جوه المعصرة، رسالتي للناس اللي بره المعصرة، رسالتي وهم هيسمعوني وتوصل لهم خلال الميديا. عاوز اقول لكم في مقولة بتقول اللي هو فايق ما عملش للمعصرة. الكلام ده مش حقيقي، والكلام ده مش حقيقي. الاستاذ ابراهيم قال معلومة جميلة جدا بس مش كاملة، لان انا عشتها بتفاصيلها. قال 3 محطات صرف صحي بواقع 20 مليون جنيه. لا، هم كانوا 6 محطات صرف صحي، 6 محطات صرف صحي مش 3، 6 محطات صرف صحي. طب وحجازي في الباقي في شربجي في 7، كانوا 6 ب20 مليون جنيه في يوم واحد. مشاريع التبطيل، حد يعرف اللي هو فايق هو اول واحد في تاريخ جمصة جاب لهم مدرسة ثانوي؟ محدش يعرف، صح؟ حد يعرف؟ محدش يعرف. عارفين ليه؟ لان احنا مقصرين في دعم اللي هو فايق. بالفعل ايه؟ تقول انجازات 1 2 3 4 وتقولوا للدنيا كلها ان احنا نجحنا بلد في شخص اللي هو فايق. عاوز اقول كمان ان في حاجات كتيرة اتعملت في القاس، اللي مش عاوز يشوفها ده يروح يدور بقى على حاجة تانية، مش هنقعد نجادل. احنا بنعدي كل يوم من على كوبري ابو النيل. ليه اهل القاس ما حدش بيقول اتعمل كوبري ابو النيل بعد 86 سنة؟ 86 سنة يجي ابن القرية الاصيل يعمل في القاس كوبري اهمل 86 سنة ما عملش حاجة. لا والنبي هرب
ليه محدش قال؟ ليه محدش قال اللي هو فايق عمل؟ ليه محدش قال اللي هو فايق عمل مجمع خدمات بريدية في مدينة بلقاس؟ ليه انتوا ما بتتكلموش عن كده؟ ليه انتوا ما بتردوش على الناس عن كده؟ ليه الناس ما بتدافعش كده؟ ليه الواحد يجي يقول لي سافر؟ يا اخي اتق الله يا اخي، يا جماعة اتقوا الله يا جماعة، حتى لو انت مختلف بس قول الحق. الحق، احنا بلد واحنا عبيد لربنا اللي اسمه الحق يا جماعة. احنا امام رجل تتفق تختلف معاه، لكن رجل يملك كل مقومات النجاح. من 3 شهور عمري ما كنت اعرف ولا مرشح في الانتخابات، عمري ولا اعرف. الفترة الاخيرة اسمعوني الكلمة دي مهمة جدا، الفترة الاخيرة عملت حاجة اسمها مجلس العمدة، تتفق تختلف معايا براحتك، وعندي علاقة مع جميع المرشحين وانطباع ونقاش كبير جدا 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 جدا. واحد بيقول لي انا ما اقدرش اتكلم معاك لان انا مش ضامن ولائك وحبك للي هو فايق. قلت له يا سيدي ما فيش مشكلة بس انا الحق. طيب اقول لكم الخلاصة من المجلس ده، يشهد الله وكلمة هتحاسب عليها قدام ربنا من خلال قعادي مع الناس دي. اقسم بالله انا هتحاسب عليها، وكنت امين جدا مع الناس وما زلت وساكون امين عليهم. اقسم بالله قعدت معاهم كلهم واتناقشت مع ناس كتيره وناس كتيره هتجيني تاني. اقسم بالله فايق الزكي الانظف والامن والاجدع والاحسن والاولى بقى في البلد. عاوز اقول انا طولت عليكم بس انا اسف والله. عاوز اقول كلمة لأهالي البلد. عاوز اقول انا لو قعدت اتكلم كتير، عاوز اقول لن ترى النجوم الا في الظلام، ولن ترى الرجال الا في المواقف، فمن كان لنا في الشدائد درعا كنا له في الشدائد سيفا ودرعا. عاوز اقول لواحد يسمعني واسمعني عبر الفيسبوك، هذا العزف على آلة الإخداع، من اعتاد العزف على آلة الإخداع لن يتقن أبدا لحن الحقيقة، فطريق الحق لا يمشي إلا الأقوياء. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.